السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعاتي حبيباتي وفانزاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا عليه. وحشتوني كتير كتير، بس غبت كده ورجعت لكم باكله بقى ايه من العيار التقيل زي ما بيقولوا. الناس اللي بتقرف ما بتحبش الاكلات دي ادخلي بس كده واتفرجي على الفيديو، ربنا كده يهديك يا رب، وان شاء الله الاكله بتاعتنا الجامده دي تعجبك ونزغلل لك عينيكي كده ونخليكي كده ايه تقومي تعمليها ان شاء الله وتجربيها، هتعجبك قوي ان شاء الله. هنعمل النهارده يا بنات الكرشه على اصولها، لا زفاره ولا ريحه، حاجه كده تتاكل والله العظيم نيه، والله العظيم جميله جدا. انا كنت زيكم في الاول، زي الناس اللي كانت بتقرف زمان، انا كمان كنت بقرف جدا جدا من الكرشه والحاجات دي، وكنت لا يمكن اكلها ولا احطها في بقي ابدا. بس لما اكلتها في مكان نظيف وفي مكان يعني في مطبخ نظيف بجد، لا حبيتها وحبيت طعمها جدا وبقت من اكلاتي المفضله. وانا ما عملتهاش معاكم خالص في القناه قبل كده، فالنهارده ان شاء الله هعمل معاكي الكرشه على اصولها بقى، لا تقولي لي زفاره ولا ريحه، وهتشوفي كل حاجه وهنعمل الصلصه بتاعتها، كل حاجه ان شاء الله هتشوفيها معايا في الفيديو. بس قبل ما نبدا كده عايزه لايكات بقى يعني تزلزل الزلازل، ماشي؟ قبل ما ندخل بقى في حوار كنت غايبه ليه واتاخرت عليكم ليه، هنقول كده بس الاول عملنا ايه. ده يا بنات في حدود يعني كيلو كرشه تقريبا او حاجه، انا معرفش الوزن بصراحه قوي يعني. هي متنضفه بره عشان نكون صراحه مع بعض، يعني انا ما نضفتهاش في البيت، انا بس عدت عليها ونقعتها بقى، نقعتها في ملح وخل وليمون، حطي دقيق، سيبيها منقوعه كده ساعه ساعتين، وبعد كده اغسليها واشطفيها كويس جدا ونقعيها تاني، وملح طبعا لحد ما تبقى معاكي بيضه كده ومنوره زي ما انت شايفه. شايفين بيضه ازاي يا بنات؟ نضيفه ما شاء الله، الله اكبر، ما فيهاش اي ريحه خالص. اول حاجه واول خطوه معايا في عمايل الكرشه ان انا لازم الاول اديها سلقه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. الميه بتاعت السلقه حطيت فيها ايه؟ اي بوكيه جرنيه بقى، حطي جزر، حطي فلفل، حطي بصل، عندك كرفس حطي ورق لورا، حطي حبهان، حطي فلفل اسود، حطي اي حاجه. الخضار ده كله بيمتص اي ريحه زفاره، بيمتص اي روايح وحشه، وبجد هتلاقيها نزلت الزفاره بتاعتها وملهاش اي ريحه خالص وانتي بتعمليها. هتتسلق على مرتين، الكرشه معايا النهارده يا بنات هتتسلق على مرتين، دي اول مره. تاني مره انا مجهزه لها الميه اهو، هشيلها من هنا هحطها هنا. طب الميه التانية هحط فيها ايه؟ هتشوفوا معايا برضو هحط فيها ايه. ده كده يا بنات بعد ما عدى حوالي 10 دقايق ربع ساعه. انا كنت متخيله انها هتطلع ريم بقى ومبهدله الدنيا. شايفين الميه نظيفه ازاي؟ مفيش بس غير على جوانب الحله الحاجات البسيطه جدا جدا اللي انتوا شايفينها دي. الكرشه كانت نظيفه جدا ما شاء الله ومغسوله حلوه قوي، ما طلعتش ريم خالص، وكانت زي الفل. شايفين الميه بتاعتها زي الفل ازاي؟ طب والله انها ما كان ليها اي ريحه، وانا بعملها وانا بسلقها يعني ما كانش فيه للبيت اي ريحه. ليه؟ متنضفه كويس وحاجه حلوه قوي ومعموله بطريقه جميله. ان شاء الله باذن الله تعمليها بالطريقه دي، والناس اللي بتشتكي انها ليها طعم وحش او ريحه وحشه ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعمليها ومش هتشمي لها اي ريحه. ببدا ان انا يا بنات انشلها من الميه اللي انا غليتها فيها حوالي ربع ساعه. خلاص الميه دي كده خلاص هرميها، وحتى الحاجات كده بحاول ان انا افضيها كويس قوي، تنشليها كويس قوي بقى من البصل والجزر والحاجات دي كلها، لان الحاجات دي خلاص هي شربت معاكي الزفاره بتاعه الكرشه. هتبداي تحطيها كده في طبق وفيه ميه، وتبداي ان انت تغسليها كويس، تغسليها بقى مرتين ثلاثه. تقولي اغسلها تاني بميه ساقعه؟ طب مش غلط انها تخرج من الميه المغليه على الميه الساقعه كده هتجلد؟ لا، ولا عمرها هتجلد ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. انا غسلتها مره اهو، وهشطفها تاني وتالت ورابع. تشطفيها كده كام مره حلوه. طبعا هي الكرشه بتغير لونها، ما بتفضلش اللون الابيض ده، لان الميه بتاعتك فيها فلفل اسود، وطبيعي الفلفل الاسود بيغمق شويه الميه، فهي طبعا بتشرب من الايه، من ميه الفلفل الاسود، فعشان كده لونها بيغير شويه. كده انا بعد ما شطفتها خلاص من السلقه الاولى، بتقعد قد ايه تاني في السلقه الاولى؟ من 10 دقايق لربع ساعه. ببدأ أحطها في مية سلق جديدة، نفس البوكيه جرنيه اللي حطيته في المية الأولانية هحطه في المية التانية. الجزراية، الجزر حلو قوي 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 بيمتص الزفارة من أي حاجة، وحطيت البصل والفلفل، وحطيت ورق اللورا والحبهان، ولو عندك مستكة حطي أي حاجة من الحاجات الحلوة اللي بتعمل ريحة حلوة للميه. وفي النهايه احنا مش هناخد شوربه ولا حاجه، ده هي برضو هتبقى نفس الحكايه، هننشلها من الميه دي تاني. يعني احنا بنحط بس شويه الحاجات دول علشان يسحبوا اي زفاره فيها. خلاص كده انا سبتها بقى تتسلق. هتقعد تتسلق قد ايه في الميه التانية بقى؟ في المره التانية هتقعد حوالي ساعه، ساعه وربع، على حسب ما تستوي.
تطلعيها كده بعد ساعه مثلا، ساعه وربع، وتبداي ان انت بايدك كده يعني تشوفيها كده استوت خلاص. بس بعد ساعه شوفيها، لان ممكن تكون نوعها صغير فتستوي بسرعه، لان انا عايزاها تبقى مستويه معايا 3/4 سوا، مش سوا كامل، لانها لسه هتستوي تاني معايا في الصلصه بتاعتها. طب الصلصه بتاعتها هنعملها ازاي؟ الصلصه سهله وبسيطه جدا. بصلايه كده حلوه كبيره هنحمرها، وهنحط معاها كام فص توم حلوين، وهنبدا ان احنا نشوحهم حلو قوي، يعني ما ياخدوش لون لكن يتشوحوا كويس، يبقى لونهم ذهبي كده حلو قوي. هتنزلي عليهم بشويه، لو عندك صلصه علب تمام، ما عندكيش شويه بابريكا وحمريهم كده في قلب انتوا عارفين طريقتي، بحب دايما احمر البابريكا مع البصل والثوم، بصراحه بيدي لون حلو جدا لاي صلصه بتتحط فيها. فانا حطيت بابريكا، وبرده حطيت صلصه علب بتدي لون وشكل جميل قوي للصلصه، بتخليها حمرا معاكي قوي، وطعمها كمان بيكون جميل. ببدأ بقى ان انا اظبط الصلصه بتاعتي بقى بالفلفل الاسود والملح، وهنحط كمان عليها كمون. لكن انا يعني في الخطوه دي الحقيقه انا مش هحط كمون، انا هحطه اخر حاجه عشان ما يمررش. الناس حبايبي روح قلبي اللي عايزه اشكرهم، اللي دخلوا سالوا عليا واللي ما سالوش عليا، متابعيني الحلوين اللي انا بموت فيهم، اللي هم اغلى حاجه عندي في الدنيا. سامحوني على الغياب، والله العظيم عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور بقاله اكتر من 10 ايام، مش عارفه ان انا احط عليه الصوت واسجله. طبعا كل البيوت مليانه وانتوا ادرى الناس، وانتوا ستات بيوت وعارفين، يوم يعني الواحد بيبقى الدنيا معاه كويسه، ويوم يعني بيبقى فيه ظروف، فانتوا عارفين وانتوا ستات بيوت ومقدرين الموقف اللي انا فيه. والله العظيم بجد كان عندي ظروف، ومش عارفه خالص ان انا اصور لكم او انزل لكم اي حاجه، فادعوا لي كده بالله عليكم ان الدنيا كده تتظبط مع الواحد ان شاء الله، ونرجع تاني بقى روتيناتنا القويه، ونرجع كده لايام عزنا، فاهميني؟ نرجع كده نشتغل زي زمان يا رب ان شاء الله. والله العظيم وحشتوني، والكلام معاكم وحشني. بس النهارده حبيت انزل لكم كده وصفه خفيفه، يعني نرجع نستعيد بيها تاني ايامنا الحلوه وكلامنا الحلو وكومنتاتكم الجميله، وحاجه كده تشجعوني وتخرجوني من الحاله والظروف كده، يعني وتنعنشوني شويه. ماشي؟ اشمعنى انا نعنشكم كل يوم؟ انتوا كمان لازم تنعنشوني، تمام؟ بس عايزه بقى لايكات كتيره جدا للكرشه الجامده النهارده دي. خلاص كده يا بنات الصلصه كانت اتسبكت معايا كويس، يعني غليت لها شويه حلوين، وبعد كده ضفت عليها شويه من الكمون. تمام؟ الكمون بحطه زي ما قلت لكم اخر حاجه علشان ما يمررش معاكي. وهتبداي كده، كانت برده الكرشه معايا الحمد لله استوت، وطبعا برضو نشلتها من كل الحاجات اللي كانت فيها، وابتديت انزلها في الصلصه. هتغلي حوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد ما تكمل سواها وتشرب كده من الصلصه بتاعتها الجميله قوي اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. الصلصه حلوه وطعمها جميل، كرشه تحفه بجد. دي اكل الناس المزاجنجيه الاكيله، الناس بقى بجد اللي بتفهم في الاكل، الناس اللي بتحب الاكلات الحلوه دي زي حالتي كده. ما كنتش بحبها زمان وكنت بقرف زيكم بالظبط بس لما بجد دقتها بقيت بعشقها. انا دلوقتي من عشاق الكرشه بصراحه يعني. بس طبعا لظروف الدايت يعني الغير محبوبه، يعني ما اكلتش طبعا كتير، اكلت كده طبق صغنون بشويه رز. يا بنات بتحب جدا الرز الابيض، يعني هو اكتر حاجه بتليق معاها الكرشه الرز الابيض. طبعا حسب رغبتك، عايزه تعملي رز بشعريه براحتك، لكن هي بتليق قوي مع شويه رز ابيض وطبق سلطه كده. عايزه اقول لكم طبق كده تحفه وخطير، وجربيها على طريقتي، وجربيها بقى بجد. يلا قومي كده واعملي كرشه لعيالك واكليهم كده كل حاجه، ما تبقيش خايبه كده. يلا قومي اعملي شويه كرشه للعيال. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي، مع الف سلامه.